وصفتنا لليوم باي اللحم مع الخضار، وصفة كل سهلة وطيبة. خلينا نحضرها سوية. أهلا وسهلا بكم بقناة المطبخ العراقي في ماليزيا. طاوة حطينا بيها قليل من الزيت، بصل عدد 2 قطعتها نحمسهم كل زين بالطاوة، نضيف عليهم رشة ملح ورشة من البهارات، أي نوع بهارات انتو تحبون. حطيت بهارات مشكلة، فلفل أسود. راح نحمسهم كل زين لحد ما يحمر. راح أذب نص كيلو من اللحمة المثرومة، أو تقدرون تستخدمون وياها الدجاج، قطع دجاج. جبت جدر فورت بيه ماي، راح نسلق البازاليا والجزر بيها. قطعت بوتيتا عدد 2 المكعبات صغار وضفناها للحم المثروم. نبقى نحمسهم سوية. ضيفوا ملح إذا تحسون تحتاج ملح. ضفت الجزر على البازاليا حتى ينسلقون سوية. عدد جزر استخدمت عدد 1، قطعتها مكعبات ناعمة. هنا راح أضيف الصوصات، أويستر صوص اللي هو صوص المحار، هنا قليل كاتشب تشيلي، راح نحتاج صويا صوص، أي نوع صوصات انتو تحبوها. هنا أنا ضفت التشيلي صوص. راح أقلبهم سوية كل الزين. هنا أنا بعد ما تحمروا كل الزين راح أضيف عليهم البازاليا والجزر، نخلطهم كل الزين ونضيف نص كوب من المي ونغطيها حتى نضمن البوتيتا تستوي. هنا حطيت ماجي باودر بالأخير رشة. راح نقبلهم وننتظر يستوون. راح نستخدم عجينة باف بيستري، أي نوع متوفر عندكم، مستطيل أو مربع كبير. هنا أنا فتحتها، جبت قالب دهنته بقليل من الزبدة حتى ما تلزق. فتحت العجينة بالمشبك شوية، خففتها. وهنا أنا حطيت العجينة كل زين بقالب الباي، وبديت أضغط عليها بالأصابع. وهسه راح أضيف الخلطة بعد ما استوت هي وحارة بهاي الطريقة، موزعها كل زين. وراح نغلف، راح استخدم قطعتين حتى نغلف الباي مثل ما شفتوا بهاي الطريقة. هنا أنا الزايد قصيته بالمقص، أو تحبون تبقوه بعد انتو اللي شلون ما تحبون تسووا بكيفكم. اللي يحب يستخدم بايركس هم اوكي، ماكو مشكلة. سويت القالب الثاني استخدمت بايركس، نفس الطريقة تدهنوه وتحطوه مثل ما شايفين بهاي الطريقة. ضبطته كل زين، سدينا الحوافي. جبت بيضة، ضفت عليها قليل من الحليب ورشة فانيلا، نخبطهم كل زين وندهن بيهم الوجه. وهنا أنا محضرة كنت الفرن على درجة حرارة 180، النار السفلى فقط. تقريبا أخذ له نص ساعة إلى 40 دقيقة لحد ما استوى. هنا أنا حطيته بالفرن، وهاي النتيجة النهائية. أتمنى تجربوها للوصفة وتعجبكم. يا جماعة الكرام، وعليكم بمليون عافية. لا تنسون الاشتراك بالقناة، سبسكرايب، لايك، ادعمونا. شير، سبسكرايب. نشوفكم بوصفات جديدة إن شاء الله.